السلام عليكم خياتي، كالعادة قبل ما نبداو اي فيديو نصلو ونسلمو على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين، ان شاء الله تكونوا فرحانات ومطمئنات. الوصفة تاعنا اليوم خياتي اللي هي حلوة، تقدروا يعني تشبه شوية، تقدروا تقولوا لها او تسموها يعني هي صبيعة العروسة، وتشبه شوية اللي بيني. نقولوا بسم الله ونبداو في تحضير يعني الحلوة تاعنا اليوم. عندي زوج حبات تاع البيض يكونوا متوسطين، عندي كذلك نص كاس تاع سكر حبيبات، عندي كذلك واحد يعني فوق الربع شوية تاع الزيت. يعني نخلط هاد المكونات، نخلطهم مليح، ومن بعد واش ندير خياتي؟ نجيب علبة تاع ياغورت، يعني علبة تاع الياغورت يعني تكون ذوق فاني. انا كانت عندي غير هذه تاع يعني كان عندي الذوق تاع فراز، كنت درتها. يعني من الاحسن نتوما ديروا فاني. عندي كذلك بشور تاع حبة ليمون. يعني صدقوني خياتي هاد الذوق تاع فراز مع البشور تاع الليمون عطاوني ذوق بزاف هايل. المهم نضيف القرصة تاع الملح، ونزيد كذلك كما راكم تشوفوا بشور تاع حبة ليمون. غنخلط المزيج مليح، ندير كما قلت لكم القرصه تاع الملح، نضيف هنايا ندير شويه تاع الفرينه. شوفوا خياتي الفرينه ما نقدرش نقول لكم شحال تدخل فيها، علاش؟ لانه على حسب الحبه تاع البيض، وكذلك على حسب الفرينه، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. المهم نتحصلوا على عفوا عجينه تكون طريه. واللي لحقت معايا على هذه المرحله خياتي نقول لكم ما تنسونيش خياتي في الجام، ماذا بكم يعني او في البصمه. خياتي راهي بزاف بزاف ناقصه، صدقوني خياتي هي لا راهي تعجزني باش نحط معاكم فيديو. يعني الاشتراك تاني تراه ناقص بزاف بزاف خياتي. يعني ان شاء الله يعني تشتركوا في القناه باش ان شاء الله تكبر القناه تاعنا خياتي، ونجيب لكم ان شاء الله خياتي يعني تحمسوني باش نحط لكم فيديوهات يعني يوميا ولا نهار بنهار خياتي، باش يعني كما قلت لكم نجيب لكم وصفات ان شاء الله اللي يكونوا ساهلين، يعني اقتصاديين وبنان وياكلوهم كامل، يعني افراد العائله يعني يحبوهم كامل ان شاء الله خياتي. يعني كما قلت لكم ما تنسونيش يعني في الجنب والاشتراك في القناة. كما قلت لكم خياتي فرحوني، ربي يفرحكم ان شاء الله. نولوا الوصفة تاعنا خياتي. هنا نزيد يعني ندير فرينة غير بشوية حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. يعني اللي يعني هاد الكمية خياتي يعني حدي لكم يعني كمية تاع او هاد المقادير عفوا راح تعطيكم يعني كمية ما شاء الله تاع هاد البنية او هاد كما قلت لكم او كعكات كما تحبوا سموهم. يعني تقدروا اللي ما عندهاش عائله بزاف يعني كبيره، يعني دير غير يعني تقسم المقادير، دير غير حبه بيض وتقسم المقادير الاخرين. يعني هذه هي خياتي. هنا بعد ما ريحت لي العجينه ما خلوهاش تريح بزاف لانه ما فيهاش خميره تاع الكاطو عفوا تاع الخبز، يعني درت لها غير خميره تاع الكاطو. نجيب هنا بابي كويسون ندير له شويه تاع الزيت. علاش نديروا له زيت خياتي؟ باش كي نرفد هذيك يعني حبه تاع لي بيني، باش يعني كي نرفدها نجي نقليها يعني ما تلصقليش في البابي كويسون، سورتو العجينه راهي طريه. هذه هي خياتي. ما نديرش الفرينه يعني باش ما تجينيش العجينه تاعي يعني معمره بالفرينه ولا تجيني يعني ناشفه. ممكن نكتر فيها الفرينه يعني تجيني العجينه تاعي ناشفه. هذه هي ان شاء الله فهمتوني. هنا بعد ما حليتها ما ترقوش العجينه بزاف، نقطعها بالكاس ولا باي يعني باي طابع يكون مدور، المهم يكون مدور. انا كنت قطعتها غير بالكاس. من بعد نجيب لادوي تاع يعني نجيبو لادوي وندير لها يعني في الوسط، نثقبها في الوسط ولا جيبوا اي بوشون. المهم خياتي من بعد نخليها يعني تريح يا ربي دقيقه برك. هذا ما كان يعني كما قلت لكم ما فيهاش خميره تاع الخبز، فيها غير تاع الكاطو. هنا في هذا الاثناء ديروا الزيت تاعكم. انا كنت درتها من قبل على نار عفوا قليله. الزيت تاعي تسخن يعني نديرها يعني تسخن. من بعد ما تسخن الزيت ديالي خياتي يعني كي
يعني طيبوا لي بني، يعني نقصوا النار خياتي، ما تنقصولهاش كامل باش ما تشرب لكمش الزيت، يعني ديروها تحت المتوسط. هذه يا خواتاتي ان شاء الله فهمتوني. يعني هذه الكميه اللي درتها يعني بزوج حبات بيض راح ندير لكم ان شاء الله، يعني راح ندير لكم يعني كميه ما شاء الله، ندير لكم كميه لاباس بها. يعني ديروها في البواط مونجي وخلوها لوليداتكم مع الدخول المدرسي، راح تصيبوا يعني باش يسقهوا الصباح ولا العشيه. المهم خياتي، يعني راح نتهناو من يعني بالحلوى اللي تحطوا لهم ولا الحاجه اللي تحطوا لهم ياكلوها مع القهوه، ولا تقدموها تانيت مع مع لاتاي تانيت، يعني هي راح تجي معسله، يعني تمشي تانيت مع لاتاي. هنا تيستيت الزيت تاعي، شوفوا مديروش الزيت بزاف يعني حتى ماشي لازم يعني تعوم في الزيت. هنا بعد ما تيستيت قلت لكم الزيت ديالي بشويه هنا، يعني صرتها خلاص سخنت. نحط البني ديالي، نخليهم هكذا يطيبوا ونقلبهم ساعة على ساعة، يعني بلا ما نرمي فوقهم الزيت باش يتنفخوا لي. قعدوا تقلبوا فيهم حتى يدوا هذاك اللون الذهبي. واللي ما دارت الجام نفكرك حبيبتي، ديري لي هذاك الجام، ربي يحفظك ان شاء الله ويحقق لك كامل واش راكي متمنيه ان شاء الله في قلبك. كيما راك تشوفوا خياتي، نقعد نقلب فيهم حتى يدوا لي هذاك اللون الذهبي. سمحوا لي خياتي على هذا الاصوات، ولا سمحوا لي خياتي، راكم تعرفوا لي تسكن على الطريق، يعني سمحوا لي فقط. كيما راكم تشوفوا نقعد نقلب فيهم. صدقوني خياتي يجو خفاف، يجو يعني يجو لداخل بزاف خفاف، ومن برا يجو مقرمشين، ما يجوش كيما لي بيني يجو شتو يجو شويه، ما يجوش مقرمشين من برا عفوا. لي بيني هادو ما يجو من برا مقرمشين والداخل يجو طريين. هذه هي بين يعني تجي القود تاعهم بين طبيعة العروسة وبين لي بيني. يعني كما شفتوا وصفة سهلة، يعني فاسيلمون ديروها، يعني تقدروا ميم تمدوا لبناتكم يديروها. هكذا يقدروا ميم كما قلت لكم خياتي، غير بناتكم هما يخلطوها لكم. المهم نتوما اكلوها، يعني ما تعطوهمش الزيت، يعني ما تخلوهمش يقربوا للنار سورتو ولا كانوا صغيورين. المهم هكذا كيما راك تشوفوا خياتي حتى يدولي هذاك اللون الذهبي. من بعد نحيهم ندير لهم يعني نديرهم فوق الورق الماس. وبالك تقولهم النار خياتي، بالك تقولهم النار راح يتحمروا لكم برا من الداخل يقعدوا لكم معجنين. يعني خلوهم على النار يعني تكون تحت كما قلت لكم تحت المتوسط. نزيد الكميه اللي قعدت لي خياتي حتى نكمل كامل لي بنيه اللي عندي. وقبل لك هنا بعد ما طابوا خياتي يعني راح نخرجوا لكم كميه ما شاء الله. هنا كانت قعدت لي شويه عجينه مازال ما طيبتهاش، وهيداك اللي كنت طيبتها خياتي معاكم. شوفوا خياتي كيفاش تجي ما شاء الله، كما قلت لكم تجي مقرمشه من برا ومن الداخل طريه. نعسلها خياتي، ولا حبيتو تخبوها يعني ما تعسلوهاش كامل، عسلوا غير اللي يعني لحين تستهلكوها، ورشيتها بشويه تاع الجلجلان. شوفوا لي كيفاش تجي خياتي، يعني كما قلت لكم تجي ما شاء الله في الذوق. نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله، ونقول لكم تهلاو في روحكم في رواحتكم ان شاء الله خياتي، في وليداتكم سورتو في والديكم ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا اليوم. ما تنساونيش خياتي في البصمه او في الجام خياتي والاشتراك. نقول لكم مع السلامه في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. تهلاو في روحكم. السلام عليكم.